ينتخب ينجم غدوه يهبط للشارع ويقول لا، حتى بما فيهم اللي انتخبوك. انا ديما نقول انه الحوارات نتاعك وتصريحاتك هي عقد معنوي مع الشعب التونسي. اي خيانه لهذا العقد تتطلب عنها ديجاج. ان شاء الله ما نسمعوش كلمه ديجاج مره اخرى، وان شاء الله مستقبل تونس يكون وردي ومشرق. تتذكر اللقاء ذاك والوعود هذيك؟ لا شك لا شك. الديمقراطيه ما فيهاش منتصر نهائي ولا منهزم نهائي. منتصر اليوم يمكن يكون منهزم غدوه، وهكذا، بحيث لا تعطي الواحد غرور انه انتصر تقول له خلاص انتهى، ولا تعطيه ايضا يأس انه هو خسر. لا، وخاصة ان احنا عندنا عام، يعني الاختبار المرة هذه. اي وان شاء الله ما تفوتوش العام زاد، ما تحلاش السلطة شوي وتفوتوا لنا العام. واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات، عام واحد ان شاء الله تلتزمونا بفترة العام. اذا احسن في العام هذا تو الشعب مش يجدد له وانما يزكيه اكثر. واذا اساء وخان وعوده او